السلام عليكم يا جماعه، ازيكم واهلا بيكم، عاملين ايه؟ انا توفيق الحديدي، اشهر واحلى واغنى واوسم شاب في مصر. حقيقي انا اوسم شاب في مصر بجد، مفيش حد اوسم مني. يعني انا في الوسامه، انا في الوسامه هنا، باقي الناس بقى هنا. يعني ابو لحيه الوسيم اللي اسم عيلته الوسيم هنا، انا توفيق الحديدي هنا، توفيق الحديدي هنا، ابو لحيه الوسيم هنا. المهم ازيكم عاملين ايه؟ بجد بجد يا جماعه، انتوا وحشتوني. النهارده هنتكلم عن الشهرة. مين فينا ما تمناش قبل كده ان هو يبقى مشهور؟ مين فينا ما كانش حلم من احلامه ان هو يبقى مشهور؟ وانت نايم عارف كده، وانت نايم بالليل، وانت نايم بالليل كده قبل ما تنام انت عارف كده قبل ما تنام كده بحبة، وانت مريح على السرير كده ومش عارف تروح من النوم، قاعد تفكر لمجرد التفكير. تتخيل نفسك اللي انت تخيل نفسك اللي انت في كاس العالم، منتخب مصر بيلاعب البرازيل والنتيجه 1-1، مصر والبرازيل متعادلين، ومحمد صلاح ما بيلعبش عشان سمع واحد بيشتم الاميره اليزابيث فقال مش لاعب، فقال اقسم برب الكعبه ما لاعب، وراح طالع بره. والمنتخبين بقى بيلعبوا في استاد القاهره، وقاعدين بقى والناس بقى قاعده بتزعق، تقول كل الناس تقول يا رب، والناس كلهم بيقولوا يا رب، تجري على الجون، وبالفعل في جون بيجي وانت بتصفر وبتحسبه جون. صح، مش كلنا بنتمنى ان احنا نكون حكم، بس للاسف كل دي احلام. في ناس مخلده في التاريخ، ناس اسمهم محفور بالشاكوش والاجنه في التاريخ، زي مثلا تامر الجيار وبيتهوفن. بيتهوفن ده حرفيا كان راجل اطرش بيسمع مزيكا، او عندك عمى الوان وشاذ. بيتهوفن ده كان راجل عظيم قوي، يعني بيتهوفن ده مشهور قوي. يعني انت مثلا لو رحت لطفل وقلت له تعرف بيتهوفن، هيقول لك عشان الاطفال بقت قليله الادب. بجد ده الامبريشن بتاع بيتهوفن وهو بيرقص يوم فرحه. وفي الشهر اللي بتجيلك لما انت تعمل حاجه انت اول حد عملها، زي مثلا اول واحد يمشي على القمر، ده خد جايزه نوبل في الفوتوشوب. يا جماعه مستحيل المشي على القمر يبقى حقيقي، يعني المشي على القمر ده مستحيل يبقى حاجه حقيقيه، عشان القمر حقيقي موجود في مصر الجديده. وبعدين حتى لو ماشي على القمر دي كانت حاجه حقيقيه، هو اول واحد بس داس على القمر، هو مشهور. يعني هو كان معاه 2 كمان محدش عارفهم. هات لي حد في العالم عارف الاثنين التانيين اللي مشوا على القمر، مع انهم كانوا معاه في نفس الرحله، بس هم اكتفوا واحد بس، قالوا فاكس. بعمل ايه في حياتي؟ انا تاني واحد مشيت على القمر. تاني، بس مش الاول. يعني لو انت التاني عملت اي حاجه في الدنيا هتبقى اسمك برضو التاني. يعني انت وبعدين يا مو خلاص ما في حد عملها قبلك يا. وبيقول لك اوسخ شهره هي الشهره اللي هي بتيجي فجاه، اللي انت مش بتبقى متوقعها. مين الشهره؟ لا مش عايز شكرا. والشهره دايما بيجي معاها فانز، وده تحسه عرض من العربي جروب. وخدت بالي ان العربي ده مستحيل حد كميتي يشتري منه غير لو غير اسمه للقبطي. وفي ناس بتشتري فيك فولورز. انا مش فاهم هي الفولورز ممكن يفيدوك في ايه؟ يعني غير لو انت كالت مثلا، ساعتها الفولورز ممكن تستفاد منه، بس الفولورز دول يعني مجرد رقم. يعني هل بجد في ناس بتركز؟ يعني وانت رايح تتقدم مثلا تقول والله يا عم، يعني انا ما عنديش شقه ولا عندي عربيه ولا عندي اي حاجه، بس عندي 20,000 فولور. مش عارف، انا حاسس ابو العروسه يعمل لك بلوك، يعمل لك انفولو بقى ابو العروسه، ابو اللي انت رايح تقدم لها عليه. خف الدم. والشهره بره مصر غير الشهره جوه مصر. مش عارف ليه، بس تحس اي حد مشهور بره مصر انترناشونال ومعروف من ناس كتير، يعني غالبا عشان بيعرفوا يتكلموا انجليزي. بونجور. وغير كده في حاجه بره اسمها البابارازي، وده بيبقى اي رب بيت يوم الجمعه عادي. يعني غير كده البابارازي دول بيبقى واحد بيدوله فلوس كتير فشخ وكاميرا غاليه فشخ عشان يصور اي مشهور، يشوف هم بيعملوا، عندهم فضول قوي يعرفوا هم بيعملوا ايه، المشهور ده بيعمل ايه في حياته العاديه. عندنا هنا في مصر بقى ناس قوي، يعني هم ناس بس، يعني هم بس يا معاه عد صيني وبيصور المشهور في المقابر وهو بيدفن ابوه. انت مش فاهم، يعني انت مستني الناس يعرفوا ايه وواحد بيدفن ابوه؟ يعني بتشوف هو هيبقى زعلان ولا لا، بتشوف هيبقى يعني ردة فعل المشهور وهو في عزبه. بحسهم بيرازوا بس، يعني بحس الناس اللي بتصور دي بيرازوا بس، دول اسمهم رازي من غير بابا. وزي ما ابن الدكتور بيطلع دكتور، وابن الضابط بيطلع ضابط، وابن المهندس بيطلع ابن المشهور برضه بيطلع مشهور. بس دي بتبقى شهرة قوي عشان انت محدش بيبقى عارفك. يعني انت هتفضل دايما محفور في مخاخ الناس بان انت ابن فلان. يعني انا مثلا لحد دلوقتي ما اعرفش اسم ابن شعبان عبد الرحيم، غالبا يعني اسمه ايه. في السوريين بقى العكس،
الابن بيتولد مشهور فشخ وبعد كده ابوه هو اللي بيتسمى باسمه. يعني انت مثلا لو رحت اي مطعم سوري هتلاقيه مسمي نفسه ابو مازن بين قوسين السوري، على اساس يعني ان سخين الشاورما وكل اللي شغالين هناك شبه النور مهند كده، ممكن تتلخبط يعني وتفتكروا مطعم ايطالي مثلا بيقدم باستا او بيتزا يعني. ده الامبريشن بتاع المازن السوري لو شافوا واحد بيحاول يصوره. بابا رازي. عندي واحد مشهور قوي في المنطقه اللي انا ساكن فيها، بيطلع كل يوم بينشر الهدوم ملط وهو مش لابس اي حاجه. غالبا ده الراجل مجنون بيجري ملط في الشارع بس شغال ريموتلي. وفي مقوله مشهوره قوي في امريكا بيقول لك ان كل واحد هيبقى مشهور في العالم كله لمده 15 دقيقه بس بالانجليزي. يعني لو انت مثلا فضلت مشهور لمده 3 دقايق بس العالم هيهديك ويقول لك في عادي تحصل. انت اول مره مفيش اي حاجه، تحب نعمل حاجه تانية نتفرج على فيلم، طبعا هتحرك فشخ وتقول للعالم لا شكرا انا ورايا شغل بكره فاضطر انزل دلوقتي. وتروح تقعد مع اصحابك يقولوا لك ها طمنا عملت ايه، تقول لهم انا مشهور. وغالبا مقوله ان كل واحد هيبقى مشهور لمده 15 دقيقه دي اتقالت بسبب السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بقت تخلي اي حد مشهور وانت ممكن تبقى عارف اي حد. يعني انا مثلا كنت مستحيل اتوقع ان انا ممكن احتك بواحد اسمه محمد الزبال بين قوسين عامل كشري التحرير. ده يعني ده اسم الشهره بتاعه، يعني موضوع التعبير ابن اللي انا لسه قايله ده هو ده اسم الشهره بتاعه. لما يروح يتعرف على واحده بيقول لها كده عامل كشري التحرير، محمد الزبال عامل كشري التحرير. وفي ناس مشهوره باسم واحد بس، حد زي ادوارد ده مستحيل يعرف يعمل زي جيمس بوند. ادوارد. ومين اشهر واحد انت تعرفه في حياتك بعد توفيق الحديدي؟ يعني انا رقم واحد، مين بقى رقم اتنين بالظبط؟ كريستيانو رونالدو. انا مش فاهم كريستيانو رونالدو، يعني كريستيانو رونالدو مشهور؟ لا 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 لا. كريستيانو رونالدو انا مش فاهم هو مشهور ليه. هو مشهور عشان بيعرف ينطق الكوره، عشان بيعرف يعمل كده. هو غالبا كريستيانو رونالدو مشهور عشان هو بيعرف يشوف. الدكتور يبقى واقف، دكتور العيون كده يبقى واقف قدامه اللوحه اللي هي بتاعت الحروف دي، بيشاور على حرف كريستيانو رونالدو يقول له سي، بعد كده يشاور على حرف تاني كريستيانو رونالدو يقول له بي، يشاور على حرف تالت يقول له تي. الدكتور يقول له برافو ما شاء الله انت احسن لاعب في العالم. مش ممكن الفنان توفيق الحديدي ممكن اتصور؟ مش ممكن جد الفنان توفيق الحديدي ممكن نتصور؟ وفي ناس مشهوره لاسباب غبيه، زي مثلا واحد يكسب 60,000 جنيه في اليانصيب وبعد كده يخسرهم كلهم في الامور، فينزل لك بقى اللي هو بص الغبي اللي كسب 60,000 جنيه في اليانصيب كان المفروض يروح يستثمرهم او يحطهم شهاده في اي بنك. عمري ما فهمت الناس المدمنه قمار، يعني اللي هو مدمن اي حاجه مش اكيده، اي حاجه كده 50-50. هو يحب قوي بقى، هتلاقيه كان بيحب هاملت قوي علشان يكون او ممكن لا يكون، يعني محدش عارف. كان بيموت في عمرو دياب عشان عايش ومش عايش. ده ابنه الصغير ويروح يقول له بابا عرفت انا جبت كام في الامتحان؟ فيقول له كام جبت كام؟ اراهنك 60 جنيه انك جبت 9 من 10. فابنه يقول له لا يا بابا انا جبت 10 من 10. فيقول يابا واحده بس. وفي واحد كان مشهور قوي عشان كان عنده اكتئاب اسمه كافكا ده بيقول لك ان هو صحي في يوم لقى نفسه حشره نايم على ظهرها ومش عارف يقلب نفسه. اصحابه يقولوا له ايه ده بجد، يعني انت بجد صحيت في يوم لقيت نفسك حشره؟ فيقول لهم اه والله صحيت لقيت نفسي حشره، اعمل ايه؟ يعني مش عارف يعني، بس لو حد جه يتخيل نفسه حاجه تانية غير بشر، هيتخيل نفسه حاجه مثلا زي نمر او غوريلا مثلا. يعني انا ما عنديش اي مانع اصحى بكره الاقي نفسي غوريلا. اول حاجه اعملها هروح حفله ستاند اب كوميدي وهسقف كده. وبريتني سبيرز كانت مشهوره قوي بره، بس جت عليها فتره كانت متضايقه جدا وكانت بتحاول تنتحر عشان هي كانت تخينه، والناس كانت بتقول لها انت بريتني سفيرز. وفي حاجه بتتحط على الازاز بتاع العربيه اسمها فاميه، والفاميه ده جاي من الفيم اللي هي اختصار فيم بوي، عشان اي حد يحط الفاميه ده، اي حد يحط الفاميه ده يعني تحطه ليه؟ ها تحط الفاميه ليه؟ فاكر نفسك وزير افريقيا، مدير مجلس اداره الصين، ولا فاكر نفسك الفنان احمد هارون؟ الشمس مضايقاك البس نظاره شمس. مش فاهم يعني، حتى لو الشمس مضايقاك ليه تفهم العربيه؟ يعني مش فاهم، يعني ده عذر غريب. يعني هي الشمس كلها مضايقاك فانت تيجي تفايق، فانت تيجي على العربيه وتفهم العربيه. حاجه عامله زي مثلا لو اتخانقت مع معلم بتاع قهوه وضربك، رحت ماسك القهوجي مطلع ضرب فشخ وضرب، اللي هو حطيت باكت شاي علشان يطرطر 50.
اصل معروفه يعني الشمس لو مضايقاك بيع العربيه، ما تركبش عربيه لو الشمس مضايقاك. في ناس بقى بيتذاكوا بيركبوا ستاير، ده الامبريشن بتاعي اللي مركب ستاير بعد ما كسر عليك. انت ما تعرفش ليه جايب العربيه دي قسط؟ ما تعرفش؟ حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك. وفي معلقين كوره مشهورين، انا شايف ده اغرب سبب انت ممكن تتشهر عشانه. يعني انت حرفيا بتعمل فيديو رياكت، يعني بتعمل فيديو رياكت حتى، يعني يا ريت بتعمل فيديو رياكت عدل. يعني انت بتشوف بتقول محمد كان معاك كوره بصها لابراهيم، ابراهيم جاب جون، واو اوبا ايه ده ابراهيم جاب جون، مش ممكن، فظيع. ده الامبريشن بتاعي لمعلق الكوره لو داخل على مراته لقاها بتخونه. اوه بو 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 بو. اوه لا لا، مش ممكن، مش ممكن ياسر يفعلها. لا يا الهي، شنو هذا؟ شنو هذا يا ياسر؟ اوه بو 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 بو. اوه لا لا. بس كده، دي كانت نهايه الحلقه. اتمنى تكونوا اتبسطتوا. لو ما اتبسطتوش قشطه، ما عنديش اي مانع. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت، ولو مش عايزين تعملوا برضو ما عنديش اي مانع. عايز اطلب منكم بس طلب صغير. اتمنى تكتبوا لي في الكومنتات تحبوا الحلقات الجايه تكون عن ايه. بجد مش هسمع كلام اي حد فيكم، بس يعني اكتبوا اخد فكره بس مش اكتر. واكتبوا عن موضوع، يعني عن موضوع بقى اعرف اتكلم عليه، يعني عن موضوع حاجه كبيره. يعني في واحد بيقول لي يا اسطى اتكلم على الثانويه العامه. يا اسطى الثانويه العامه اهي بس خلاص، الثانويه العامه مفيش اي حاجه اللي يسقط. عم اتكلم ايه في الثانويه العامه؟ طيب مش ذاكر يا اسطى. اصل اتكلم ايه على الثانويه العامه؟ يعني ذاكر يا اسطى، اهو ذاكر، ها ذاكر. يعني ده مش موضوع اتكلم عليه. يعني اتمنى بس تكتبوا مواضيع، اتمنى تكتبوا مواضيع فاهم، حاجه كده بقى اتكلم عليها، يعني حاجه كده موضوع، يعني فاهم. لو مش عايزين تكتبوا بجد ما عنديش، ما حدش اصلا طلب منكم ما تكتبوش. انا توفيق الحديدي، وده كان فيديو بيضحك. المكرونة عاملة ثورة علشان ما جابولهاش صلصة راما. الفرق كبير دي أكيد مؤامرة، والأكل كله هيقلبها دراما. دي البامية والفاصوليا جم رافعين شعار، دي صلصة بتحلي طعم الخضار. والبيتزا عاملة لها اعتصام، والكشري صار وشكلهم واخدينها جد مش هزار. والمكرونة عاملة ثورة علشان ما جابولهاش صلصة راما. من حق الأكل يغير ويطالب بالتغيير، مع راما الفرق كبير. المكرونة عاملة ثورة.